ويا مساء الخيرات والمسرات، عاملين ايه؟ يا رب دايما قلوبكم مرتاحة ومبسوطة وراضية. بصي بقى يا ست البنات، لو في قطعة عفش في البيت مضايقاكي وعاوزة تغيري فيها بإمكانيات بسيطة جدا وكمان من غير ما نتعب الحاج صاحب البيت، يبقى الفيديو ده ليكي. كمان هقولك على شوية نصايح توفر عليكي مجهود وفلوس، بدل ما تجربي لوحدك وتغلطي وترجعي تصلحي. انا عملت كده بدالك وجايبالك الزتونة بإذن الله. في الأول كده زي ما شفتي بدأت أدور على الأخرام اللي كانت موجودة عندي في البوفيه، وبعدين جبت زي أمير كده بس بيكون في أنبوبة، وبدأت أقفل بيها أسد بيها الفتحات دي وأصنفرها عشان ما يكونش فيه فتحات في البوفيه. وأول نصيحة هقدمها لك إنك لما تجيبي صنفرة عشان تصنفري بيها أي شخبطة أو حاجات بارزة، خليها صنفرة ناعمة مش خشنة، لأن الخشنة هتجرح في الخشب جامد. وزي ما شفتوا أول مرحلة كانت مرحلة الصنفرة. الولاد ربنا يبارك فيهم ويحفظهم ويهديهم وأولادكم يا رب، مبهدلين لي البوفيه كله ألوان وشخبطة بالقلم الجاف، يعني زي ما يكون مفيش غيره في الشقة كلها. فبدأت أصنفر الحاجات دي كلها، وبعدين بدأت أشيل الأزرار أو المقابض بتاعة البوفيه. أنا الحقيقة ما فضيتش البوفيه من جوه، أنا بس شلت الأدراج لأن حسيت إنها هتضايقني وأنا بشتغل، إنما البوفيه الحاجات اللي جوه البوفيه ما فضيتهاش خالص، سبتها، ولأن أنا هبيضه من بره أنا مش هاجي جنبه من جوه. تاني نصيحة، وانتي بتشتري البوية هتشتري طبعا بوية لاكيه، حاولي تجيبي كمية أكبر من الكمية اللي انتي هتحتاجيها. يعني لو الراجل مثلا أنا وريت له الصورة، لو الراجل قال لك كيلو هاتي كيلو ونص. ده لان احنا هندرج معاها الوان، لكن لو انت هتعملي ابيض مفيش مشكله ان انت تجيبي كميه على القد، لكن عشان احنا هنضيف لون، فعشان ما نضطرش نشتري تاني وممكن ما نعرفش نظبط نفس درجه اللون، فيفضل ان احنا نجيب كميه اكبر من البويه. طبعا مع البويه بتجيبي ازازه او 2 من التنر، والتنر افضل من النفط عشان بينشف بسرعة، تمام، لان احنا بنخفف بيه البوية، وكمان لو وقعت على اي حاجة سواء على الارض او في مكان دخل لون على لون، بتلحقيها على طول بالتنر، بيطلع فورا. بعد ما خففت البوية بالتنر بدأت احط اللون بتاعي وانا كنت جايبة لون بني على اساس ان انا هعمله بيج، لان الانتريه عندي كشمير غامق في بيج. لكن الحقيقة واللي استغربته واللي كان مفاجأة بالنسبة لي اني لما بدأت احط اللون البني اداني لون كشمير فاتح زي ما شفت في الصورة في الاول، وزي ما هتشوفوا معايا وانا ببيض دلوقتي. فلو حابة درجة الكشمير الفاتح اللي انا عملتها دي، هاتي لون بني. بعد ما جهزت البوية بتاعتي بدأت انضف بقماشة تكون قطن، انضف البوفيه كويس جدا مطرح اي شوائب، مطرح الصنفرة، بحيث ان احنا لما نبيض ما يكونش فيه اي حاجات تعلق في او تمسك يعني في البويه بتاعتنا. النصيحه الرابعه، ودي كانت اكتر حاجه مضايقاني في الموضوع او عطلتني، اخدت مني وقت كبير، ان انا جبت فرشه بدل رول. هاتي رول اللي هي بتكون صغيره دي، احسن كتير جدا مع ايديكي، وكمان بتوفر عليكي وقت. فلما تيجي تشتري ما تشتريش فرشة، اشتري رول هتستخدميها في الأماكن اللي هي الواسعة، المساحات الواسعة. إنما عشان تقدري توصلي للمساحات الضيقة أو الأماكن اللي هي الضيقة، هاتي الفرشة الصغيرة، فرشة البوية الصغيرة اسمها قلم، عشان تقدري توصلي للزوايا والحاجات الصغيرة، وخصوصا لو عاملة لونين مع بعض ما تدخليش لون على لون. عايزة أقول لكم إن من الهوايات اللي اكتشفتها على كبر إن أنا بحب إعادة تدوير الخشب. يعني أنا ممكن أقعد بالساعات
اتفرج على الناس وخصوصا الستات اللي بيمسكوا الخشب القديم في امريكا والدول الاوروبيه، بتلاقيهم بيمسكوا الخشب القديم يجددوه ويعملوه، يعني بيحولوه لحاجه تانية خالص. الفيديوهات دي انا ممكن اقعد عليها بالساعات من غير ما ازهق، افضل اتفرج. والحقيقه هو ده اللي شجعني ان انا امسك البوفيه بتاعي واجدده. ودي كانت اول تجربه بالنسبه لي ان انا ابيض خشب. يعني انا قبل كده بيضت حيطه عادي، انما انا ابيض خشب صراحه انا اول ما مسكت الفرشه كنت خايفه وقلقانه جدا. لكن لما بدات اشتغل حسيت الموضوع الحمد لله ماشي معايا. لو لاحظتم هنا انا ما صنفرتش اللون اللي كان موجود، لان انا جبت صنفره خشنه فحسيت انها عماله تجرح لي في الخشب فما كملتش بصراحة. عشان كده قلت لكم يفضل تجيبوا صنفرة ناعمة. ودي كانت تجربتي المتواضعة اللي حبيت أفرح بيها نفسي قبل رمضان. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وأتمنى تشاركوني رأيكم، ولو حسيتوا إن في حد هيهمه الفيديو ياريت تبعتهوله. باي باي.